السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أدوبي إنديزاين 2023. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة إدراج أي صورة أو تكست داخل برنامج إنديزاين. الأمر بتاعنا النهاردة هو أمر بيجي من قائمة فايل بليس أو كنترول دي من لوحة المفاتيح. لو ضغطنا عليه كده بيخش لك على المكان اللي فيه الملفات بتاعتك اللي انت عايز تدخلها جوه الملف بتاع الانديزاين. لو عندي ملف وورد زي ده وعايز ادخله داخل البرنامج بضغط عليه واقول اوبن، فبيجيني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع الماوس، بيتحرك مع الماوس كده. ببدا ان انا اضغط واسحب بالشكل ده واسيب، بيجيب لي التكست بالطريقه دي بكل سهوله، وابدا انسق بالطريقه اللي تريحني. طيب لو عملنا تراجع تاني كنترول زد ما بيلغيش الامر، بيفضل الامر في الماوس برضو زي ما انت شايف كده. طب انا عايز اضغط ضغطه واحده بدون سحب، بضغط ضغطه بيبدا ان هو يحط لي التكست بتاعي كله على حجم الصفحه اللي قدامي. دي طريقه تانية برضو ازاي تدرج تكست داخل الملف. لو جينا كده مثلا وخدنا فريم، اي فريم من دول ده او ده، مثلا خدنا الريكتانجل ده وجينا هنا كده عملنا عمود بالشكل ده وعايزين ندرج جواه التكست بتاعنا، واحنا منشطين عليه كده هنعمل كنترول دي او نخش على قائمه فايل وناخد بليس او كنترول دي من لوحه المفاتيح، وهناخد الملف بتاعنا كده ضغطتين هوب التكست داخل الفريم اللي احنا عملناه، وابدا ان انا اظبط التكست بتاعي على الحجم اللي انا عايزه. هنعمل ديليت. نيجي بقى للصوره. لو جينا عملنا كنترول دي واخترنا اي صوره من دول، خدنا الصوره دي مثلا ضغطتين، الصوره برده معايا في الماوس اهيت. لو جيت كده مثلا هنا وضغطت ضغطه واحده بيجيب لي الصوره بالمقاس الطبيعي بتاعها اللي انا منزله من على الانترنت او من اي موقع انا بنزل من عليه بنفس المقاسات بتاعته. تمام. نعمل كنترول زد معايا لسه اهيت. انا لو عايز احطها في جزء معين، يعني مش عايز اضغط ضغطه واحده كده تجي لي بالحجم ده وابدا اصغر انا واعمل، لا انا عايزها مثلا اضغط كده واسحب، عايزها في الجزء ده مثلا، او عايزها كده او عايزها كده، وانا بسحب طبعا هي بتكبر معايا نسبه وتناسب زي ما انتم شايفين كده. طب انا لو مش عايزها نسبه وتناسب، انا عايزها مثلا فوق وتحت اكبر، بضغط شيفت من لوحه المفاتيح ابدا ان انا اصغر واكبر كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. مثلا انا عايزها بالشكل ده واسيب. اول ما اسيب بلاحظ حاجه هنا قدامي، في هنا فريم خارجي حوالين الصوره. اي صوره بتدركها داخل برنامج الانديزاين بتخش في فريم زي ما انت شايف كده. حتى التكست برضه نفس الحكايه. طيب تمام. هو الفريم ليه اكبر من الصوره؟ لان انا كبرت، مش نسبه وتناسب، انا كبرت الفريم والصوره زي ما هي، مش هينفع ان انت تكبرها، لا الفريم هو اللي بيكبر معاك. انا عايز الم الفريم ده اخليه على قد الصوره، باجي كده عليه واضغط كده واسحب. طيب تمام. انا عايز اشيل الجزء ده، بضغط كده واسحب، بيعمل لي كروب. لو انت فاكر الفوتوشوب ولو انت فاكر الالستريتور بيعمل لك كليبنج، انت بتقص الجزء اللي انت عايزه بس اللي يبان بالشكل ده. لو عملنا كنترول زد كده تراجع، انا عايز اصغر الصوره دي كده، هاجي من هنا كده واسحب واضغط كده واسحب. طب هو كده جاب لي جزء معين من الصوره، لا انا عايز الصوره كلها تكبر وتصغر مع بعضها. هعمل كنترول زد عشان اصغر واكبر، بضغط كنترول وشيفت من لوحه المفاتيح وابدا اصغر كده تصغر كلها مع بعضها. عايز اكبرها كلها بكبرها كده مع بعضها. تمام. لكن لو جيت وكبرت كده وكده بيبدا الفريم هو اللي يكبر، مش الصوره هي اللي بتكبر. اول ما الصوره حجمها يخلص معاه بيبدا الفريم هو اللي يكبر حواليها كده. انا مثلا صغرت كده وعايز الجزء ده هو اللي يجي في الوسط. عندي حلين. الحل الاولاني ان انا اجيب الدايركت سيلكشن وابدا اسحب، طبعا اتحول معايا الدايركت سيلكشن اهوت معايا بره سهم ابيض، اول ما باجي على الصوره بيتحول معايا الهاند او ايد بالشكل ده، ابدا ان انا احرك الصوره بتاعتي داخل الفريم بتاعي كده. اوكي. طب حل تاني، باجي كده على السلكشن تول واخش جوه الصوره، بلاقي دايرتين كده. اول ما طبعا انا عندي السهم هنا اسود اهوت، اول ما باجي على الدايرتين دول بيتحول لهاند برضو، ببدا من خلال الهاند دي ان انا احرك الصوره بالشكل ده على الجزء اللي عايزه يبان بس. طيب هنعمل ديليت. لو انا عايز مجموعه صور انزلهم مره واحده يعني، برضو من نفس الامر كنترول دي وبخش على مجموعه الصور بتاعتي كده وبالشيفت اخدهم كده السته دول مع بعض وبقول اوبن، بيجوني كلهم هنا في الماوس هنا. ببدا ان انا اضغط واسحب، اضغط واسحب كده زي ما انتم شايفين كده، اضغط واسحب لغايه اخلص الصور اللي انا جايبها كده اهو.
تمام كده انا خلصت الصور بتاعتي كلها مره واحده. تمام جبتهم كلهم ونزلتهم كلهم. طيب انا عندي فكره تانية، انا مش عايز احطهم بالترتيب ده، انا عايز احطهم بترتيب معين. انا مش عايز احط الصوره دي في الاول، عايز احط صوره تانية. باجي من الاسهم وابدل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واختار الصوره اللي انا عايزها مثلا دي، واضغط واسحب كده. انا عايز الصوره دي كده بالحجم ده. اوكي طب الصوره دي مش عايز، انا عايز اللي بعدها. باجي كده بالاسهم واغير واسحب كده. اوكي طب انا عايز الصوره دي تحتها. تمام مفيش مشكله، عايزها كده. طب انا مش عايزها هنا، مش عايز الصوره دي، انا عايز الصوره الثانيه. بغير كده واخد الصوره دي كده. اوكي انا عايز الصوره دي بقى هنا كده كامله. ماشي باجي كده واسحب كده. اوكي عايز الصوره دي. اوكي يبقى انا كده رتبت الصور زي ما انا عايز وفي المكان اللي انا عايزه. طيب انا لو عندي مثلا شويه فريمات كده انا مجهزهم كده، مثلا اعمل كده فريم معايا 3 4 فريمات كده وعايز انزل عليهم الصور. تمام باجي بالكنترول دي برضو وبختار مثلا الصور دي المجموعه دي وبقول اوكي. بيجوني كلهم في الماوس هنا. انا عايز احط الصوره دي هنا بضغط ضغطه واحده كده، عايز احط الصوره دي هنا بضغط ضغطه واحده كده، دي كده ضغطه واحده كده. معايا صوره فاضله مش عايزها اضغط على اسك من لوحه المفاتيح خلاص بلغيها. يبقى انا عايز الصور دي بس. تمام ودخلتها جوه الفريم، لكن الصور مش باينه، الصور كده جايه بالحجم الكبير جدا فمش واضح ايه اللي جوه الفريمات دي. باجي على الصور كده بنشطها كلها. وفي امر مهم جدا عندي هنا اسمه فريم فيتنج. يعني ايه الفريم فيتنج؟ يعني لو جيت كده عندي 6 اختيارات اهمت، ممكن اضغط هنا ضغطه واحده يبدا يظبط لي الصور كده بالشكل ده. اشوف اللي جنبها بالشكل ده مش عاجبني الكلام ده لانها ناقصه من فوق ناقصه من تحت، بخش على اللي جنبه يبدا هو يمط لي الصوره او يظبطها لي جوه الفريم. وهكذا لو دخلنا هنا نفس الحكايه، دخلنا هنا برضه نفس الحكايه يبدا يظبطها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نيجي لحاجه ثانيه، لو جينا على كنترول دي وعندنا مثلا تكست زي ده وحبينا ان احنا نحطه هنا كده. اوكي وعندنا فريم مثلا كده وعايزين نحط فيه الصوره ونحطه هنا. اوكي احنا الفريم اهوت، بخش كنترول دي وبختار اي صوره ضغطتين كده خلاص. طالما انا منشط على الفريم تلقائي بيخش الصوره جوه الفريم. طيب اعمل لها ايه بقى؟ هخش على الفريم فيتنج واضغط مثلا كده لغايه ما تظبط معايا الصوره زي ما انا عايز. طب ما انا عاجبني كده تمام، بنشطها كده كنترول شيفت وببدا ان انا اصغرها كده وعايز احطها هنا. طب انا حطيتها هنا لكن هي كده جايه على التكست بتاعي. في عندي امر برضو مهم اسمه تكست وورب. اول امر معانا اللي احنا فيه دلوقتي ان احنا حاطين الصوره فوق الكتابه او الكتابه فوق الصوره عادي مفيش اي مشكله. نشوف بقى الاختيار اللي بعد كده الورب اراوند بوندنج بوكس. لو ضغطنا عليها كده تبدا التكست تيجي حوالين الكتابه بس بطريقه مستقيمه، يعني مش طريقه دائريه. هتلاقيها مجموعه هنا مجموعه هنا وشويه فوق وشويه تحت، لكن محدده كده بمربع. لو حبينا نخلي التكست دائري حوالين الصوره بنيجي على الاختيار الثالث ده اللي هو وورب اراوند. تمام فهتلاقي ان الصوره دلوقتي حواليها الكتابه، منين ما تمشي كده تبدا الكتابه تلف حوالين الصوره. طب انا لو عايز اتحكم في المسافه بين التكست والشيب بتاعي اللي موجود هنا او الصوره اللي موجوده هنا، في هنا الاختيار ده بتبدا ان انت تزود المسافه كده بين التكست والصوره، عايز تقللها بالشكل ده. وعندي اختيار تاني هنا الكتابه بتتقسم نصين، منين ما تحط كده الصوره تبدا تخلي لك جزء فوق وجزء تحت، لكن على الجنبين هنا مفيش اي تكست. الاختيار الاخير ده لو ضغطت عليه بيجيب لك التكست، منين ما تحط التكست بيجيب لك الشويه اللي فوق بس. لو نزلنا كده الصوره يبدا يزود لك التكست، لكن تحت هنا مفيش تكست. تيجي على اخر التكست بتاعك لو ضغطنا كده شفت بقى. اخر حاجه معانا ازاي نضيف ملف بي اس دي داخل الانديزاين. كنترول دي برضو نفس الحكايه، ولكن عندنا الملف هنا بي اس دي لكن مش ظاهر جواه ايه اللي جواه. يعني انا عايز اعرف ايه اللي جواه قبل ما انزله في الملف بتاعي. فعندي هنا عشان اشوف الصوره بتاعته زي الصور الجي بي جي اللي قدامي دي، فبنشط الملف وفي عندي هنا اختيار شو امبورت اوبشنز، بنشطه كده تمام وبقول اوبن، بيديني ايمج امبورت اوبشنز وبيديني صوره مصغره للصوره اللي انا عايز ادخلها. هي دي تمام اوكي، بقول اوكي تمام اوكي.
الصوره دي معايا اهيت عادي خالص، اتعامل معاها زي اي صوره موجوده في برنامج الانديزاين، بتدرجها عادي، بتضغط وتسحب زي ما انت شايف كده. تمام. والصوره دي مثلا مقصوصه، فبقدر برضو ان انا اعمل لها نفس الحكايه بالشكل اللي انت شايفه ده، كانها صوره عاديه خالص. مفيش اسهل من الانديزاين، فيا ريت تتعلموا الانديزاين لان هو هيفرق معاكم كتير جدا جدا جدا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص، لكن بامر الله فيديوهاتنا لسه ما خلصتش، عندنا حاجات كتير جدا عايزين نقول لكم عليها، فما تبخلوش علينا من لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.